السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناتكم لؤلؤات الطبخ والجمال. واليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كبده ديال الدجاج مشرمله على حقه وطريقه بالطريقه المغربيه التقليديه اللي كتجي بنينه بزاف. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وشجعوني لانني كنبذل مجهود كبير سواء لا في التصوير ولا في المونتاج، لذا كنعتبر نصائحكم وارائكم وكذلك انتقاداتكم تشجيع بالنسبه ليا، وكذلك نتمنى انكم تعاونوني بالبارطاج. وشكرا لكم بزاف. واللي مازال ما اشترك في القناه كنقول لكم علاش ما تنضموش للاسره ديالنا وتشاركوا بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو، وذلك للتوصل بالفيديوهات فور نزولها. وندوزو دابا على بركه الله نتعرفوا على طريق مقادير وطريقه تحضير الكبده مشرمله. بالنسبه للكبده كتبقى كميه غير محدده، كل سيده دير الكميه اللي تكفاها هي والاسره ديالها. عندي نصف حبه ديال البصله مقطعه مربعات صغيره، 2 معالق كبار ديال صلصه الطماطم، ممكن تعوضوهم بالمركز تخفوهم بشويه الماء حتى تحصلوا على شكل صلصه. بالنسبه للتوابل نصف ملعقه من التحميره، نصف ملعقه من الكمون، نصف ملعقه من القزبر اليابس، نصف ملعقه من السكينجبير، قليل من الفلفل الاحمر الحار، القليل من الابزار، 2 فصوص ديال الثوم والقزبر والمعدنوس، وعصير ديال نصف ليمونه حامضه، وشويه ديال الزيتون والحامض مصير للتزيين. بالنسبه للقزبر يابس كيعطي واحد المذاق جد مميز للكبده، وفي الصراحه كيعطي الاطباق ديالنا كاملين لانه عنده واحد الريحه ما شاء الله زوينه، وكيعطي مذاق زوين لكل شيء، لا الحوت ولا الدجاج ولا كذلك اللحم. نتمنى انكم ما تستغناوش عليه، زياده على الفوائد ديالو الصحيه. الكبده راه سبق ليا وغسلتها مزيان بالحامض والملحه باش ما كتبقاش في ديك الزفوريه. صافي اول حاجه كندير البصيله كنشحرها مزيان مع زيت الزيتون و2 فصوص ديال الثوم، كنديها ونردها في ديك الزيت حتى كتبان ليا هكا دبلات وتشحرات. عاد كنزيد الكبده. كما كنعرفوا الكبده ما كتبغيش تحرك بزاف باش ما كديرش لينا بحال كتفتت، ما كيبقاش المنظر ديالها زوين، لذا كنقصوا عليها البوطه وكنخليوها غير كتصهد وكتبقى تجمع راسها، وكنبقاو نحركوها برفق باش كتبقى محافظه على الشكل ديالها. صافي غير كتبدا تبان لي شدت في راسها كنزيد التوابل وكنبقى نحرك غير بشويه بحال غير كنكحزها، وصافي بحال كنحركها من بلاصتها وكنقلبها. كندير كذلك الملح هانتوما لاحظوا كيفاش كنحركها. بالنسبه لهاد النصائح كنقدمهم غير للمبتدئات، بما ان عندي بنات مبتدئات وكيطلبوا مني انني نعطيهم التفاصيل ديال اي حاجه، اما راه كنعرف معظم السيدات تبارك الله راه عارفين بهذا الشيء. صافي ملي كتبان ليا هكا الكبده شدات في راسها كنزيد الصلصه ديال المطيشه وكنخليها تكمل الطياب ديالها. والكبده راه ما كتبغيش طيب بزاف لان لا طابت ونشفات ما كتبقاش بنينه، اللهم نعطيوها غير حقها ديال الطياب فقط. كنقلبها كنلقاها طابت، كنزيد عليها القزبر والمعدنوس حتى صافي كنقرب نطفي عليها باش القزبر والمعدنوس كيبقاو في اللون ديالهم وكذلك حتى القيمه الغذائيه. وكنزيد عصير الحامض وكنخليها غير تغلى واحد الغليه صافي وكنطفي عليها وكنقدمها مباشره.
كيكون هذا هو الشكل ديالها، كتجي بنينه بزاف وصحيه. نتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه. وهكذا كنكون وصلت النهايه ديال الفيديو. شكرا لكم على المشاهده، وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاحباب ديالكم. الى اللقاء، وراني كنبغيكم بزاف.